السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الميني باغيت معمرين بالكفته. الصراحه كيجيو زوينين. انا راني حتى بديت كاع باغا نعجن، عاد قلت علاش ما نصورهمش مع البنات. راه ضفت كلشي هنا، غادي نقول لكم شنو ضفت في المول ديالي هنا. المهم عندي هنا واحد نص كيلو ديال الدقيق، واحد الرشيشه غير رشيشه ديال الفينو، ودرت 2 معالق ديال الحليب بودره على هاد الدقيق، ودرت واحد المعلقه ديال السنيده، ودرت واحد القبيصه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال خميره الخبز، واحد نص معلقه ديال الهريسه. الصراحه سمحوا لي البنات ما سجلتش معكم المقادير، راني كيف ما قلت لكم حتى بديت كنعجن، عاد حتى باغا نعجن، عاد قلت علاش ما نصورهمش مع البنات حتى هما يقدموهم المائده الافطار الرمضانيه ان شاء الله. راني دابا ذكرت معكم المقادير، ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه في العجين، الصراحه كتجي زوينه. وديك نص معلقه ديال الهريسه اللي قلت لكم اختياريه، اللي بغا يديرها اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، كتعطي واحد المذاق للعجين زوين. هذا هو العجين ديالي. المهم غادي نجمعو بالماء اللي دافي، دفيت الماء صافي. دابا غادي نعجن هاد العجين، نعجنها عجينه عاديه صافي، نغطيها ونخليها تختمر ونمشيو ان شاء الله باش نوجدوا الحشوه ديالنا. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. شفتوا هذيك نص معلقه ديال الهريسه اللي درت فيها، كتعطيها واحد اللون زوين للعجينه، واحد المذاق زوين. صافي جمعت العجين ديالي وغادي نخليها تختمر. دهنتها بشويه ديال الزيت، غادي نخليوها تختمر صافي. هنا عندنا الحشوه، عندنا هنا واحد 2 خيز زويات اللي قشرتهم وحكيتهم في الحكاكه، وعندنا هنا واحد القريعه خضراء حتى هي اللي حكيتها، قشرتها وحكيتها في الحكاكه. عندنا هنا واحد الفليفله حتى هي اللي قطعتها على هذا الشكل، وعندنا شويه ديال الكفته على حسب الرغبه، وعندنا هنا واحد 2 بصلات اللي ديجا انا بديت كنشحر فيهم على هذا الشكل. درنا 2 بصيلات و2 ضروسه ديال الثومه، خليناهم يطيحوا مع شويه ديال الزيت ومليحه. من بعد ما غادي يتشحروا غادي نرميو عليهم خيزو اللي محكوك والقريعه وفليفله. من بعد ما طيبوا شويه غادي نرميو عليهم الكفته، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا التوابل. من بعد ما تشحرات لينا هاد البصيله كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نزيدوا هذيك الفليفله، وغادي نزيدوا هذاك الخيزو والقريعه كما كتشوفوا. بهذا الشكل صافي غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان حتى يطيبوا. المهم يتشحروا واحد شويه، عاد غادي نزيدوا عليهم هذيك الكفيته، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نديروا ان شاء الله التوابل. غتكون الحشوه ديالنا واجده. من بعد ما تشحر لنا هذاك الخيزو والقريعه ديالنا زدنا عليهم الكفيته، دابا غادي نديروا التوابل. غادي ندير واحد نص معلقه ديال السكينجبير، نص معلقه ديال التحميره، نص معلقه ديال الكمون، واحد الرويز ديال المعلقه ديال الابزار، نص معلقه ديال الخرقوم كما كتشوفوا. صافي غادي نخليو هادشي يزيد يطيب واحد شويه صافي، وغادي نطفيو عليه، غنخليوه حتى يبرد. من بعد غادي نتلاقاو. من بعد ما اختمرت لينا العجينه ديالنا كيف ما كتشوفوا، جبتها من الطاسه وحربلتها على هذا الشكل بحال هكذا كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نبدا نقطعها على شكل كريسات صغار على هذا الشكل كما كتشوفوا بحال هكذا. وغادي نستعنوا بالدقيق كما كتشوفوا صافي. غنبدا ندير له بحال هكذا كويرات صغار، وغنبدا نستعمل بالدقيق حيت العجينه كتلتصق، متخافوش منها واخا كتلتصق في اليدين. صافي غادي ندير على هذا الشكل خبيزات بحال هكذا، وغنستمر على هذا الشكل حتى نكملهم كاملين، بعد غنرجع معكم. من بعد ما ساليت الباكيطات ديالي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نبدا
نقرصهم. غادي ناخذ وحده، غادي نديرو شويه ديال الدقيق على هذا الشكل صافي. وغادي نبداو الحشوه ديالها هي كيف ما شفتوها راه طابت بردات، نحطوها على جنب. غادي نجيبو الخبيزه ديالنا، غادي نجيبو المدلك على هذا الشكل، وغادي نبداو نصايبو الخبيزه ديالنا. غنديروها بشكل طولي كما كتشوفوا معايا على هذا الشكل كما كتشوفوا. بحال هكذا، غير ديروا الدقيق ما تخافوش عادي. فكيف ما قلت لكم غادي نسرحوهم بشكل طولي، غادي نعطوهم الطول مزيان. صافي. وغادي نبداو نجيبوا الحشوه، نهزوا واحد المعلقه من هذه الحشوه. بس بغيتوهم يكونوا عابرين، بغيتوهم مهم على هذا الشكل. وغادي نبداو نجمعوا من الجناب، نقرصوا بحال هكذا، نسدوا عليهم هكذا كيف ما كتشوفوا بحال هكذا. غنجمعوا العجينه وغادي نضغطوا مزيان باش ما تحلش لينا ملي نديروها في الفران الباكيت ديالنا ما كتشوفوا على هذا الشكل. وكنقرصوا هكذا بحال هكذا صافي حتى كنساليو على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي كنقلبوها كتجينا على هذا الشكل كما كتشوفوا. الصراحه راه كيجي زوين. صافي درنا واحد الصينيه اللي فرشناها بالورق ديال المطبخ، وغادي نبداو نصبو على هذا الشكل بحال هكذا حتى نساليو. غادي ندير معكم وحده اخرى كما شفتوا معايا. تستعنوا بالدقيق على هذا الشكل. صافي. وغادي نبداو نعمروا على هذا الشكل كما كتشوفوا. صافي. غادي نبداو عاوتاني نسدو كما كتشوفوا معايا. تسدو توركم مزيان بحال هكذا باش ما تحلش معكم في الفران، تخرج لكم الحشوه. كما كتشوفوا. دابا انا غادي نستمر على هذا الشكل حتى نكملهم كاملين، من بعد غادي نرجع معكم تشوفوا الشكل ديالهم. من بعد ما ساليت الباكيت ديالي عمرته كامل كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. دابا خدينا هنا درنا واحد الزلافه، خدينا فيها واحد البيضه، خلطنا معها واحد شويه ديال التحميره شويه ديال الحليب. هاد التحميره غير باش تعطينا اللون كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا ندهنهم ان شاء الله كما كتشوفوا بحال هكذا. غندهنهم كلهم. اللي بغى يرش عليهم زلجلان او لا اللي عندك رشي عليهم، اللي ما بغاش يخليهم غير هكذا راه كيجيو زوينين بحال هكذا. غنستمر حتى نكملهم كلهم على هذا الشكل. من بعد غادي ندخلهم للفران. غادي نسخن الفران غير من التحت، غادي ندخلهم حتى يطيبوا من التحت، عاد نشعل لهم من الفوق ياخذوا داك اللويين من الفوق تحمروا. ومن بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. دابا غادي ناخذوا واحد انا نكملهم ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد السكين موس يكون ماضي على هذا الشكل، وغادي نبداو نديروا واحد 3 ديال الشريطات على الباكيته ديالنا باش ما يتنفخوش لينا. ما كتشوفوا على هذا الشكل كنفلحوهم بحال هكذا. ما قلت لكم موس يكون ماضي بحال
بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. نديروا الثانيه بحال هكذا كما كتشوفوا على هذا الشكل. صافي غادي نستمر حتى نكملهم كاملين كيف ما قلت لكم، بعد غادي نرجع معكم تشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الميني باغيت ديالنا. كيف ما كتشوفوا معنا كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، صراحه كيجي زوين، مذاق تيجي رائع، وحتى العجينه ديالو راه زوينه. نتمنى يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. نحل معكم حيت تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، صراحه راه كيجي رائع وزوين. نتمنى يعجبكم وتجربوه. ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعليقات الزوينين اللي كتدعمني باش ندير لكم فيديوهات زوينين، ولا فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.